ما هي جنة الله في الدنيا؟ الطمأنينة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وذكر الله سبحانه وتعالى قسمين: ذكره في الدنيا وذكره في الآخرة. أن تذكره في الدنيا أنه يراك وأنت لا تراه، يسمعك، يعلم بكل شيء عنك. وذكره في الآخرة أنك تراه. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة إلى وجه الله. فأصبح تعلق المؤمنين بالآخرة تعلق بوجه الله. ولهذا قال تعالى عن أبي بكر الصديق في سورة الليل، قال: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء إيش؟ وجه ربه. ليش قال وجه ربه؟ ليش ما قال ابتغاء جنة ربه؟ لا، الجنة شيء والنظر إلى وجه الله شيء آخر، الزيادة. ولا يطلب الزيادة إلا من ضمن الأصل. ضمنوا الجنة فطلبوا الزيادة فوقها، لهم الحسنى الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. إذن عندما تشتاق إلى رؤية الله، تشتاق إلى النظر إلى وجه الله، ستنفق في سبيل الله الدنيا كلها، حتى روحك ستزهقها في سبيل الله، ابتغاء مرضات الله وابتغاء النظر إلى وجه الله. ولهذا قال: يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. فماذا قال الله تعليقا؟ ولسوف يرضى. يرضى فعل مضارع دل على الحال والاستقبال، يرضى في الدنيا ويرضى في البرزخ ويرضى يوم الحشر ويرضى يوم القيامة إذا دخل الجنة. أيها المؤمنون، حتى نجدد الإيمان نحتاج إلى العلم، وأفضل العلم ما كان في كتاب الله وسنة رسوله. نحتاج إلى القرآن لأنه يرفعنا إلى الله. نحتاج إلى ذكر الله